هذا الأخ يقول: اشتبه علي أمر ألا وهو رضاع الكبير. هل صحيح أن عائشة رضي الله عنها أمرت أخواتها أن ترضع من تريد أن يراها كما ذكر الإمام أحمد بن حنبل في مسنده والحديث حسن؟ وهل هذا كان اجتهادا من عائشة رضي الله عنها قياسا لحالة سالم مولى أبي حذيفة؟ وإن كان اجتهادا منه رضي الله عنها هل يؤخذ به في زمانه لو وجد؟ جزاكم الله خيرا. أولا عندنا مسألتان. المسألة الأولى: هل رضاع الكبير يؤثر في المحرمية أم لا؟ والمسألة الثانية: فعل أو كلام عائشة رضي الله عنها. أما في المسألة الأولى فهذه مسألة خلافية. كثير من العلماء يرى أن الرضاع المحرم هو ما دون السنتين، هو في فترة الرضاعة، وأن ما بعد السنتين لا أثر له في المحرمية. فالمسألة خلافية. هناك من يقول بأن الرضاع بعد عمر السنتين ينشر المحرمية ويجعل المرضعة أما، وبعضهم يقول لا. هذه مسألة. أما حديث عائشة رضي الله عنها فقد ثبت عنها تكبير الله، ولكن قطعا أنها أرادت، كما ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في التمهيد، أنها أرادت أن يشرب الكبير من لبن المرأة لا مباشرة، ليس من الثدي مباشرة، لأنه قد اتفقوا على أن الرضاع لا يشترط حتى ينشر المحرمية أن يكون من الثدي مباشرة. يعني لو المرأة سحبت لبنها أو حليبها فسقت الطفل، أجمعوا على أن هذا ينشر المحرمية إذا كان، سواء على خلاف طبعا في العمر. فقطعا لم ترد عائشة رضي الله عنها أنه يرضع منها مباشرة كما يفهم البلداء في الفهم، لأن هذا يتعارض مع تحريم قطعي، والعاقل يوازن النصوص، ما يصادم بعضها ببعض. وإنما أرادت رضي الله عنها اجتهادا منها، وهي قولها رضي الله عنها أحد الأدلة التي استدل بها الفقهاء الذين قالوا بإيش؟ بأن الرضاع ما بعد السنتين ينشر المحرمية، أنها إذا، والمقصد بالكبار الشباب. قضية إرضاع الكبير هذه قضية عين أفتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية أبي حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة، والصحابة ما قالوا بها ولا قال بها أكثر العلماء، لأن قضية عين لا عموم لها، قضية عين لا عموم لها، بدليل أن أكثر العلماء وأكثر الصحابة ما رأوا هذا الرأي، إنما هذا خاص بسالم. تكبير الله. الغلط يا هبة، وده سائر في كثير من الناس، إنهم فاكرين أن الرضاع لابد من أن الشخص يضع فمه في ثدي المرأة، وده غلط كبير. الرضاع معناه وصول اللبن النازل من الصدر، ممكن يكون في فنجان، ممكن يكون كذا، إلى جوف هذا الشخص. وده حل قد لو ان احنا تدبرنا فيه من بعيد عن الفهم الضيق ده. لا، ده فهم ساذج جدا. قلت مرة مثلا لو أنا مش موجود وراجل بتربع السواق عشان يفهم. حديث عائشة في رضاع الكبير ليس عليه العمل، وهذا رأي انفردت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، واجتهدت في هذه المسألة وجانبها الصواب، ولا مانع أن يجتهد الصحابي ويجانبه الصواب. فلا نكاد نجد مشاهير الصحابة إلا وقد اجتهدوا في مسائل وزلت أقدامهم في بعضها. أكيد هذا ورد في إن شئت سميت لك أي صحابي، أو عفوا عددا كبيرا من الصحابة اجتهدوا في مسائل وجانبهم الصواب في بعضها. فعائشة كانت ترى أن الرضاع الكبير يحرم، والله يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. بصراحة ما فهمتش، وأصبت بحالة من الذعر. الكلام اللي مكتوب في الجورنال، وانا طبعا يعني بحيي فضيلة الشيخ ان انت قبلت ان انت تيجي ونناقش الموضوع على الملأ، لانه موضوع حساس للغاية. انا ما قدرتش اقراه، فازاي؟ فهي قلت ده لازم اناقشه. طب ازاي هناقشه؟ طب هتكلم فيه ازاي؟ فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور عبد المهدي عبد، في نهاية العام خرج فضيلة الدكتور عبد المهدي بفتوى أشد إثارة وسخونة عن رضاعة الكبير. وحتى هذه اللحظة فضيلة الشيخ أنا ما كنتش عارفة إن في حاجة توجد بهذا المعنى. ملخصها إن الزوجة التي تتعامل مع غرباء ويدخلون منزلها بصفة دورية فإن عليها أن تقوم بإرضاعهم حتى يصبحون محرمين عليها، ويمكنها أن تتعامل معهم بلا حرج باعتبار أنهم أصبحوا أولادها. الحقني يا فضيلة الشيخ، اللي بيشتغلوا معايا دول اعمل فيهم ايه؟ سواقين وزملاء والمصورين، اعمل ايه؟ مالي ايه؟ مالي اللي في الجرنان. c'est très irritable.